السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معي من جديد في قناه ديلي ويد فاتحه فيديو جديد اللي كنتمنى يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو نحضر معكم واحد الكيكه غزاله لذيذه بزاف بالمذاق ديال الزهر واللوز ومذاقات كثيره درتهم جمعتهم وعطوا واحد الكيكه غزاله روعه شهوه منها. نتمنى الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك، لاول مره تدخل القناه ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه، وخليكم معايا من الاول الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. درت فيها 5 البيضات. البيض انا عندي صغير درت 5، عندكم البيض كبير ديروا 4 البيضات. صافي من بعد كتضيفوا البيض واحد شويه ديال الملح، كاس ونص ديال السكر سنيده بالعبار ديال كاس العنبه. كتخلطوا البيض مع السكر مزيان حتى كتذوب السنيده. انا كنخلطها بالفوي ديال اليد، طربت مزيان بيديا حتى بيض الخليط. صافي ضفت هنا كاس ونص ديال الزيت. عندكم الخلاط الكهربائي اخدموا به. عاوتاني دخلت الزيت مزيان وضفت الماء الزهر. غادي ندير كاس ونص ديال الماء الزهر. اللي بغى الكيك بالنسمه ديال الماء الزهر يدير الماء الزهر، ما بغيتوش الماء الزهر ديروا كاس ونص ديال الحليب. ولكن الكيك بالماء الزهر راه كتجي واحد الكيكه ما نعاودش لكم، جربوها كتجي لذيذه بزاف. الا درتوا الماء الزهر نسمو بصاشيه ديال الزهر، درتوا الحليب نسمو بالفاني. هنا ضفت واحد القطيره ديال روحه الزهر باش يجيني الزهر طالع مزيان في الكيكه. وهنا واحد 2 نقطات ديال الروح ديال اللوز. الروح ديال اللوز مع الروح ديال الزهر كتجي واحد التخليطه على مزوينه حتى النسمه ديالتهم في الكيكه. صافي كنخلط عاوتاني مزيان، كتجي واحد الكيكه مميزه بالنسمه ديال الزهر واللوز. وغادي نحك فيها حتى شويه ديال الكوزه حتى هي اللي كتطلع فيها واحد المذاق واحد النسمه. راه كتجي واحد الكيكه ديال صباحة العيد، ما كتجيش كيكه عاديه، كتجي كيكه غزاله. وهنايا واحد الراس معلقه صغيره ديال القرفه. وغادي يبقى ليا الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي بالنسبه على حسب البيض. بالنسبه للبيض انا درت كي شفتوا 5 البيضات صغارات يعني ما كبارش. غادي ترفد ليا 4 الكيسان ديال الدقيق. هنا درت كاس الاول مع 2 خمارات ديال الحلوى. الكيكه درت فيها 3 الخميرات، غير هنا صبقت 2 مع معلقه كبيره ديال المايزينا وغادي نخلط مزيان. وتبقى الخميره الثالثه حتى الاخر عاد غادي نضيفها مع الكاس الرابع. صافي هنا غادي نضيف الكاس الثاني مع الكاس الثالث ونعاود ثاني نخلط. تخلطوا مزيان وتطربوها مزيان باش ما يبقاش الدقيق مكردس. صافي هنايا غادي نضيف الكاس الرابع، غادي نضيف غير واحد شويه مع الخماره الثالثه. الخماره الثالثه خليوها حتى الاخر وضيفوها. غادي نعاود نخلط ونكمل الكاس اللي عندي الباقي ديال الدقيق الكاس الرابع. وفي المجموع بالقوام اللي عطيتكم بالتدقيق راه زاد 400 غرام ديال الدقيق. صافي بعد ما كتحسوا بالعجينه انها تقالت وكتهزوا الفوق الفوي وكتراسي لكم 8، كتكتبوا 8، تكتبوا اي حاجه كتبان لكم تكتبات، يعني الخليط هو هذاك وما تبقوش تزيدوا الدقيق. صافي هنا غادي نخلي الخليط على جنب. وخديت الزبيب اللي ممسوح، اصلا هنا الزبيب ديال الساشي خديته ديال العبر مسحوه مزيان. وغادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق. درت كاس الا ربع ديال الزبيب. بغيتو بالكثره ديروا كاس عامر بالعبر ديال كاس العنبه. ما بغيتوش الزبيب ودرتوها بالحليب والفاني ديروها بالفخوي كونفي. حتى بالفخوي كونفي كتجي الكيكه على مزويناتها. كديروا الدقيق باش ما ينزلش لكم الزبيب كله لتحت، كيجي موزع في الكيك كامل. حتى اللي فخوي كونفي تما الا بغيتو ديروا لهم الدقيق. وكتصبوا الكيك ديالكم في اي مول عندكم، المول اللي بغيتو اللي فضلتو. انا درتها في هذا المول. غادي ندهنوه مزيان بالزبده ولا دهنوه بالزيت. صافي بعد ما دهنتو مزيان دهنتو كامل بالزبده، غادي ترشوا بشويه ديال الايفيلي ولا اللوز كونكاسي. راه مع الزبده راه كيلصق اللوز، راه كي كترشوا كيلصق على المول كامل. وكتصبوا الكيك ديالكم ودخلوه الفرن اللي ديجا مسخنينه. ديما الكيك تعلوا لي العافيه غير من التحت.
تشعلوا العافيه في الاول شويه تكون مجهده، غير واحد شويه صافي كتنقصوها تخليوها النار مهيله وتخليو الكيك يطيب على خاطره. واخا العافيه ما تشعلوهاش من الفوق غير من التحت حتى كيبان لكم تحمر من الفوق كتعرفوا الكيك طاب. الكيك بعد ما طاب هذا هو شكلو، قلبته في الطبسيل كيجي على مزويناتو كيك وكيجي مفشفش كيجي رطب. والمذاق ما نعاودش لكم بالنسمات اللي درت اللي مخلطين. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. انا خليته هكا عادي ما دهنتو بتا حاجه، بغيتو دهنوه بالكونفيتور بالكوك باي حاجه عندكم، ولا بس على طرشوه غير بالسكر كلاصي. انا خليته غير هكا سامبل عادي. اصلا هاد الزواق ديال اللوز ايفيلي اللي درت راه كيبان في الكيك، يعني ما نحتاجوش انه نغطيوه بشي حاجه. صافي كتقدموه بالصحه والعافيه. الفيديو ديال اليوم سهل، نتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنساوش لايك وواحد الكومونتير، ولاول مره تدخل القناه ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه. وخليتكم في راحه الله الى فيديو الجاي مع وصفه جديده ان شاء الله.